المغرب أعلن رفضه تنظيم بطولة كأس إفريقيا لعام 2028 نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف. هذا القرار أحدث زلزالا كرويا هز القارة الإفريقية، وأثار موجة من التصريحات الخطيرة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو، التي كشفت المستور وفضحت بعض ممارسات الكاف أمام العالم. المغرب تلقى إشادة تاريخية على مستوى التنظيم والقدرة الكروية، بينما أصبح الاتحاد الإفريقي في قفص الاتهام بسبب قراراته المثيرة للجدل. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الحقيقة الكاملة وراء هذه الأزمة؟ ومن المستفيد من محاربة نجاح المغرب؟ ندعوكم لكتابة آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. في تصريح صادم لموقع سكاي سبورتس، عبر جياني إنفانتينو عن حزنه العميق بعد قرار المغرب بإلغاء تنظيم بطولة كأس إفريقيا 2028، مؤكداً أن القارة الإفريقية فقدت فرصة تنظيم نسخة مميزة كانت ستدخل التاريخ. وقال إنفانتينو: كنت حزيناً جداً عندما أعلن المغرب انسحابه عن التنظيم، لأن المغرب كان قادراً على تقديم بطولة استثنائية وفق المقاييس العالمية، سواء من حيث البنية. وأضاف رئيس فيفا أن ما زاد حزنه هو الطريقة التي تعامل بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع المغرب، خاصة بعد الأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا والعقوبات التي فرضت على الجامعات الملكية المغربية لكرة القدم. وتابع بنبرة غاضبة: رد رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع كان شجاعاً وصريحاً، لأنه لم يقبل الظلم ودافع عن بلاده وعن كرامة الكرة المغربية والإفريقية. وأشار إنفانتينو إلى أن البعض حاول التقليل من قيمة البطولات التي نظمها المغرب، وزعموا أن الجماهير جاءت من أماكن غير مهمة، بينما الحقيقة أن الجماهير كانت دليلاً على النجاح الكبير، وأن المغرب قدم أفضل بطولة نظمها أي بلد إفريقي في السنوات الأخيرة. وأكد أن المغرب أصبح نموذجاً يحتذى به في إفريقيا والعالم من حيث الملاعب الحديثة، التنظيم الاحترافي، الأمن وحسن الاستقبال، مشيراً إلى أن المغرب لم يعد مجرد بلد مشارك في البطولات، بل أصبح قوة كروية وتنظيمية عالمية. وقال إنفانتينو: ما قدمه المغرب في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المنتخبات أو تنظيم التظاهرات الكبرى، يضعه في مصاف الدول الرائدة في كرة القدم. وأضاف أن طريقة إدارة الاتحاد الإفريقي لبعض الملفات الحساسة أثارت استياءه، معتبراً أن الكاف يعاني من مشاكل تنظيمية وتحكيمية تؤثر سلباً على صورة الكرة الإفريقية عالمياً. وأكد أن العقوبات التي فرضت على المغرب بعد نهائي إفريقيا كانت مبالغاً فيها ولم تراعي الظروف الحقيقية للأحداث، مشيراً إلى ازدواجية المعايير عند التعامل مع بعض المنتخبات. وأكد أن فيفا تراقب الوضع داخل الكاف عن كثب، وأن الإصلاح بات ضرورة ملحة إذا أرادت إفريقيا اللحاق بركب التطور العالمي. في سياق حديثه، وجه إنفانتينو انتقادات غير مباشرة للسنغال وبعض الجهات التي حاولت حسب قوله استغلال نفوذها داخل الكاف للتأثير على القرارات، مؤكداً أن كرة القدم يجب أن تقوم على النزاهة والعدالة، لا على المصالح والتحالفات السياسية. وأضاف: لا يمكن تطوير الكرة الإفريقية إذا استمرت القرارات تتخذ بناء على الضغوط والنفوذ بدلاً من القوانين والحقائق. وصف إنفانتينو رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع بأنه أحد أفضل المسيرين الرياضيين في العالم، وقال إنه رجل يمتلك رؤية واضحة لتطوير كرة القدم، ليس فقط في المغرب بل في إفريقيا بأكملها، مؤكداً أن لقجع دائماً مدافع عن النزاهة والشفافية، ولم يتردد في مواجهة الظلم حتى لو كلفه ذلك صدامات مع الكاف. وأضاف إنفانتينو أنه يعتزم زيارة المغرب قريباً لدعم فوزي لقجع في مسعاه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشدداً على أن إفريقيا تحتاج إلى قيادات مثل لقجع تؤمن. أشاد إنفانتينو بالطفرة الكبيرة التي شهدها المغرب في كرة القدم، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية أو البنية التحتية، مؤكداً أن المغرب أصبح وجهة عالمية لتنظيم أكبر التظاهرات، من كأس العالم للأندية إلى البطولات القارية، وصولاً إلى الاستعداد المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.
وأضافوا أن ما حققه المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل طويل واستراتيجية واضحة. واختتم إنفانتينو تصريحاته برسالة واضحة للاتحاد الإفريقي ولكل المسؤولين في القارة، داعيا إلى الإصلاح والشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات، وقال: إذا أردنا أن تصبح إفريقيا قوة كروية عالمية، يجب أن نضع النزاهة فوق كل اعتبار، وأن نكافئ الدول التي تعمل بجد، لا أن نحاربها. المغرب مثال حي على ما يمكن تحقيقه عندما تتوفر الرؤية والعمل الجاد. أثارت تصريحات إنفانتينو حول المغرب والكاف تفاعلاً واسعاً في الصحافة العالمية والإفريقية، حيث أجمع العديد من الصحف الكبرى على أن ما قاله رئيس الفيفا يعكس الحقيقة. المغرب أصبح قوة كروية وتنظيمية لا يمكن تجاهلها، في حين يعيش الاتحاد الإفريقي حالة من التخبط وسوء التسيير. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت في تقرير مطول أن المغرب قدم دروساً في الاحترافية والتنظيم خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن البنية التحتية الرياضية في المغرب تضاهي أكبر الدول الأوروبية، وأن تنظيم المغرب للبطولات الإفريقية والعالمية كان دائماً محل إشادة من الاتحاد الدولي، بينما انتقادات الكاف للمغرب تفتقر إلى المنطق وتعكس صراعات داخلية أكثر من كونها قرارات رياضية. صحيفة The Guardian البريطانية سلطت الضوء على تصريحات جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتبرت أن هذه التصريحات كشفت الكثير من المستور والأحداث الخفية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. وأشارت الصحيفة إلى أن الكاف يعاني منذ سنوات طويلة من مشاكل تنظيمية وتحكيمية متكررة، وهو ما أفقده مصداقيته على المستوى القاري والدولي. وأضافت The Guardian أن القرارات المتخبطة والمثيرة للجدل التي يتخذها الاتحاد الإفريقي لم تؤثر فقط على سمعة كرة القدم الإفريقية، بل تهدد مستقبل الرياضة في القارة بأكملها، بينما يسير المغرب بخطى ثابتة وواثقة نحو العالمية، مثبتا أنه نموذج يحتذى به في التنظيم والاحترافية على الصعيدين الرياضي والإداري. الصحيفة أكدت أن ما يقدمه المغرب من إنجازات على مستوى البطولات والملاعب والبنية التحتية يضعه في مصاف الدول الرائدة عالمياً، في الوقت الذي يظل فيه الكاف غارقاً في مشاكل تؤثر على استقراره ومصداقيته. من جانبها، أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تطوير كرة القدم بالقارة الإفريقية، معتبرة أن العاصمة الرباط أصبحت مركزاً رياضياً محورياً في المنطقة يستقطب البطولات الكبرى والمناسبات القارية والدولية. وأكدت الصحيفة أن نجاح المغرب في تنظيم كأس العالم للأندية إلى جانب عدد من البطولات القارية الأخرى دليل واضح على كفاءته العالية وقدرته على إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية. وأشارت ماركا إلى أن أي محاولة للأقليل أو الانتقاص من إنجازات المغرب تعتبر محاولة فاشلة تهدف إلى إخفاء إخفاقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرة أن المغرب أصبح مثالاً حياً على كيف يمكن للدول الإفريقية أن تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، والتنظيم الاحترافي. أما صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فقد وصفت المغرب بأنه قصة نجاح إفريقية نادرة تستحق الدراسة والاحتفاء بها. وأكدت الصحيفة أن الاستثمارات الضخمة التي قام بها المغرب في بناء الملاعب الحديثة، مراكز التكوين الرياضي، والبنية التحتية الرياضية المتطورة لم تحقق فقط نجاحاً على صعيد التنظيم، بل ساهمت أيضاً في بناء منتخب وطني قوي وصل إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العالمي. وأوضحت لا جازيتا ديلو سبورت أن المغرب أصبح اليوم نموذجاً يحتذى به في الجمع بين التخطيط طويل المدى والاحترافية العالية في الإدارة الرياضية، معتبرة أن ما يقدمه المغرب يستحق الدعم والتشجيع بدلاً من العقوبات أو القيود، لأنه يقدم مثالاً حياً على كيف يمكن للدول الإفريقية أن تحقق النجاح في كرة القدم الحديثة. وفي نفس السياق، نشرت صحيفة جون أفريك تقريراً خاصاً عن تطور الكرة المغربية، مؤكدة أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قاد ثورة حقيقية داخل المنظومة الكروية في المغرب. وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب أصبح اليوم من أكثر الدول الإفريقية استقراراً وتنظيماً في المجال الرياضي، حيث وضع معايير جديدة في إدارة البطولات، تطوير البنية التحتية، وتكوين الكوادر الرياضية. وأكدت جون أفريك أن قيادة لقجع برؤيته الاستراتيجية
وجرأته في مواجهة العقبات، وضعت المغرب في مصاف الدول القادرة على المنافسة عالمياً، ليس فقط على مستوى المنتخبات، بل أيضاً في القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وفق معايير